يهبط للدرجة الثانية، ينزل الدرجة الخامسة، يصبح في نادي الهواة، ولكن يبقى سيد المحترفين. البرصة بجمهوره بانتماء، قصة عشق أكثر من مجرد نادي، ليست حكاية نتائج ولا حكاية دوريات، ليست حكاية كؤوس ولا هي بطولات. البرصة وبرشلونة هي حكاية غرام، هي حكاية عشق، هي أسلوب حياة يا سادة. هذا جنون يا برشلونة، الماضي لك والحاضر لك وبكرة لك يا برصة. الله الله الله، والله اشتقنا لأيامكم، لمتعتكم لكرتكم، لسحركم لفنكم، تناغم وكرة قدم ممتعة وتيكي تاكا، وبرصة استعاد النغمة واستعاد الفرحة واستعاد الكورة واستعاد المتعة واستعاد اللون واستعاد الشكل واستعاد الكبرياء واستعاد برشلونة. لا تستغربوا إن شاهدتم فريق برشلونة في العلاج النفسي في المستشفيات. قلتها سابقا وأعيدها حاليا، اللي يبغي يروق، اللي يبغي يهدي أعصابه يشوف مباراة برشلونة. جزء من العلاج قد يكون في الفترة القادمة. انت سحار، انت عجيب، انت عجيب، انت عجيب، فنان يا ولد. من اين لك المهارة؟ حتى ميسي، حتى كريستيانو ما كانوش بهكذا موهبة في سنك. ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا اقل من 18، هذا اقل من 18. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. أشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريقا وهي تبتسم. والجم همومك واسرد ظهرها فرسا، وانهض كصيف إلى الأنصار تلتحم. هل نسيت ماضيك؟ هل نسيت أيامك؟ هل نسيت تلك الحكايات؟ إن كنت قد نسيت فأنا لم أنسى، لا زلت أعود لأيامك بين الحين والآخر، أعود عبر آلة الزمن، أعود كلما اشتقنا. ألم تشتاق؟ ألم تحن؟ ألا تعلم بأنك أصبحت أقوى من ذي قبل، أصبحت أقرب من ذي قبل؟ أنت فقط قرر أن تعود قولا وفعلا. أن يوقف زحف البرصة للليغا وللشامبيونز، سيعودون ليس بحكم حرارة التعليق الليلة.